السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نشارك معكم بعض الوصفات المغذية والمحضرة بطريقة صحية اللي ممكن تحضروهم في وجبات الإفطار. غناخدو بطاطا نغسلوها مزيان ونقعوها في الماء في معلقة بيكربونات الصوديوم مدة نص ساعة، لأننا غنطيبوها بقشرتها. من بعد غنغلفها بورق الزبدة ثم ورق الألومنيوم وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مدة ساعة ونص. غادي ناخد واحد المقلة ندير فيها شوية السمن أودي ولا شوية ديال الزبدة، وغادي ندير فيها القطع ديال الدجاج. غادي نخليهم حتى يطيبوا مزيان، نحركهم حتى يتشحروا مزيان. من بعد غادي نزول هذاك الدجاج من هذه المقله، وغادي نكون موجده الخضار ديالي. انا طحنت الخضار ديالي في تhermomix، ممكن نحكوهم في الحكاكه الغليظه. ديروا الخضار اللي متوفرين عندكم. انا درت البصله خيزو، الكورجيت، البروكولي، فلفله حمراء، ممكن ديروا اللي متوفر عندنا. المهم نحصلوا على هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم ممكن نحكوهم في الحكاكه الغليظه. نفس المقله اللي حيدت منها الدجاج درت فيها هذوك الخضار وخليتهم كيتشحروا مزيان. ملي طابوا عاودت رجعت ليهم هذاك الدجاج، ودرت العطريه شويه الثومه، شويه الملحه، شويه البزار، سكينجبير والقزبور اليابس. خلطت داكشي كلشي مزيان، وفي الاخير زدت ليه القزبور ومعدنوس مقطعين. البطاطا ديالنا ها هي طابت، كنقطعوها على هذا الشكل، غير كنحلوها من الفوق واخا سخونه كنحاولوا معها. كنمعسو بطاطا اللي الوسط على هذا الشكل، كنمعسوها مزيان. من بعد كنزيدو عليها شويه الملحه، شويه البزار وشويه الزبده ولا شويه السمن اودي. كنخلطو كلشي مزيان، ومن بعد كنزيدو الحشوه اللي حضرنا. ممكن ديروا اي نوع من الحشوه، الكفته، الدجاج، الحوت، خضار اللي متوفر عندكم. صراحه اللي ما كيعجبنيش هو كثره لي الصوص اللي كيديروا فيها. انا كندير فيها غير قطعه جبن، هذا جبن حقيقي ماشي بديل الجبن. صافي درت هذيك القطعه الجبن، عاودت رجعتها للفران حتى داب. ومن بعد درت عليها شويه ديال القزبور ومعدنوس من الفوق. ها هي بطاطا كومبير ديالنا بطريقه صحيه، وجبه متكامله ومشبعه ولذيذه بزاف. الوصفه الثانيه هي سلطه ديال البربه. خديت حبات البربه كبيره مع واحد التفاحه، قطعتهم قطع صغيره وخلطتهم مع بعضياتهم. من بعد زدت ليهم 2 معالق ديال ياغورت كريك، ممكن تستعملوا اي نوع من الجبن الابيض. ومن بعد ممكن نزيدوا لهم اللي بغينا، أي نوع من الفواكه الجافة أو المجففة، أي نوع من المكسرات، ممكن القرقاع، ممكن اللوز، ممكن الكاجو. المهم على حسب متوفر وعلى حسب أشنو كيعجبكم. وها هي سلطة البربك، كتجي كتحمق كلشي، كتعجبو حتى الدراري الصغار. ما تنساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا تغدى.